مساء الخير. الناس اللي كانت بتسألني ايه الوقت اللي انا ممكن ازرع فيه دراجون لما يكون في عندي ارض والسيمترية بتاعتها مش مظبوطة، يعني في شجر زي كده وفي شجر زي كده في نفس الارض. ده طبعا طلع على عود او عودين والعود التاني مات لأي سبب. فعايز دلوقتي اظبط الارض، فهو مع الجو ما يدفي معانا نبتدي على طول، نبتدي مثلا عود زي دوت في نموات كبيرة زي ديت، ممكن ابتدي اخد منه وأزرع هنا مباشر في الأرض، بس يفضل مع بداية الدفء. فبداية الدفء على حسب المنطقة اللي انت فيها وعلى حسب البلد اللي انت فيها. فمع بداية الربيع ممكن ابتدي اعمل العملية ديت، بس اراعي ان انا لما اجي اخد فرع ماخدش فرع الغض اللي هو زي ده غض لسه ما ينفعش يتزرع دلوقتي، لكن اقدر اخد فرع زي دوت. الفرع دوت زي ما احنا شايفين اتحول من اللون الاخضر الفاتح الى اللون الاخضر الغامق، حتى لو الطرف بتاعه فاتح شوية يشتغل معايا عادي مفيش مشكلة. وعلشان خاطر مقلقش الطرف دوت غالبا ممكن ينشف معايا او يدبل ويطلع منه نمو جانبي، فمفيش مشكلة. عايز تقصه خالص قصه خالص مفيش مشكلة برضه. فممكن نبتدي في العملية ديت مع بداية الربيع ان شاء الله.